لا يوجد أي مبادرات من الحكومة السورية الجديدة ربما لتهدئة الأوضاع خاصة في مناطق الجنوب. هذه المناطق التي يعني يخشى الجيش الإسرائيلي من وجود أي تشكيل عسكري جديد خاصة للميليشيات المنحلة وأيضا لفلول تذكروا لما الميليشيات كنت التي بقول كانت لكم تتواجد ساسوكي في جاي القرب من تلك المناطق ينفذ خاصة الميليشيات المشروع؟ الإيرانية. هو هذا جاي ما ينفذ يشكل المشروع. بعض الهاجس لدى الجيش الإسرائيلي الذي يخشى إعادة هذه التشكيلات إلى تلك المناطق ومن ثم شن هجمات جديدة من تلك المناطق على المناطق التي تحتلها إسرائيل. وهل كان هناك أي إجراءات أو قرارات أمنية للتعاطي مع الأوضاع في الجنوب أو على الحدود مع لبنان أيضا؟ حتى الآن لا يوجد أي إجراءات. الإجراءات التي رأيناها هناك كنا نتواجد في تلك المناطق، كان هناك بعض لك هذاك التواجد الثاني العسكري الأهبل، للجيش هذاك الجديد الجيش الأهبل الطويل، على الأقل كان يندد وكان يقول نحتفظ بحق الرد. هذا حق الرد كمان ما بيحتفظ فيه. كان هناك أي إجراءات أو قرارات أمنية للتعاطي مع الأوضاع في الجنوب أو على الحدود مع لبنان أيضا؟ حتى الآن لا يوجد أي إجراءات. الإجراءات التي رأيناها هناك كنا نتواجد في الدخان تلك ما فيه المناطق، حظر، ما فيه كان حظر، أنا هناك إلي ما بعض في حظر. التواجد العسكري للجيش الجديد الجيش السوري الجديد. هذه التشكيلات لم تمنع بعض الهجمات أيضا كانت التي استهدفت الجيش الإسرائيلي، بعض الهجمات الفردية التي استهدفت الجيش الإسرائيلي الذي توغل في تلك المناطق خاصة في جنوب القنيطرة. بعض الاستهدافات كانت قد استهدفت الجنود الإسرائيليين بالفعل. هناك أيضا كان ردة فعل للجيش الإسرائيلي، توغل في نقل بعض المواطنين من ابناء المنطقه وايضا انسحب الى تلك المناطق. لم يتواجد اي جيش بالفعل في تلك المناطق لمنع الهجمات على المدرسة صناعة ديركي يعني نخون ديبرا شكل الديركي از هاجسا كوش كدر كتن اضافيا أمهاتنا أوروبا منا للجيش الاسرائيلي شو بعدم حصل وجود كيف اي فترة ودور منطقه أمهاتنا او أوروبا. اي منطقه عازله او امنه لوجود جنوده على الارض في المناطق التي احتلها مؤخرا. خلينا نرجع، خلونا نقاطع. قبل الجيش الإسرائيلي خاصة بعد التصريحات التي أتت اليوم على لسان يعني أحمد الشرع الرئيس السوري الذي تحدث بأن سوريا ستكون واحدة موحدة ولن تقبل بالتقسيم. وأيضا يعني كان قد تحدث لأول مرة عن الوجود الإسرائيلي وعدم قبول التوغل الإسرائيلي الأخير. وأيضا ربما هناك إجراءات سيتخذها من قبل الرئاسة السورية الجديدة وأيضا بالتقدم إلى الأمم المتحدة بشكوى إلى الأمم المتحدة لإخراج أو الضغط على الجيش الإسرائيلي للعودة إلى قواعده السابقة وعدم التمركز في المناطق التي توغل بها مؤخرا. هذه ربما كانت أيضا شكلت استفزازا للجيش الإسرائيلي الذي لم يتلقى أي تطمينات من الحكومة السورية الجديدة. وأيضا لا يوجد أي مبادرات من الحكومة السورية الجديدة ربما لتهدئة الأوضاع خاصة في مناطق الجنوب. هذه المناطق التي يعني يخشى الجيش الإسرائيلي من وجود أي تشكيل عسكري جديد خاصة للميليشيات المنحلة وأيضا لفلول الميليشيات التي كانت تتواجد في القرب من تلك المناطق خاصة الميليشيات الإيرانية. هذا ما يشكل بعض الهاجس. هلا بعد شوي راح أقول لكم شو راح يصير بعد فترة بسيطة كمان الساحل هاي. هذه التشكيلات إلى تلك المناطق ومن ثم شن هجمات جديدة من تلك المناطق على المناطق التي تحتلها إسرائيل. وهل كان هناك أي إجراءات أو قرارات أمنية للتعاطي مع الأوضاع في الجنوب أو على الحدود مع لبنان أيضا؟ حتى الآن لا يوجد أي إجراءات. الإجراءات التي رأيناها هناك كنا نتواجد في تلك المناطق، كان هناك بعض التواجد العسكري للجيش الجديد الجيش السوري الجديد. هذه التشكيلات لم تمنع بعض الهجمات أيضا كانت التي استهدفت الجيش بوطان ديرك بس بلا بيوختي استازي تدرخم برياز استهدفت الجيش ضروري جمانينا شبوي دي كردستان جمرة تشيكيا مظن زينها تدرخم جمرة بنفي ساكت كردستان مظن تشيكي از وعد بإذنها تدرخم جغينا ولو ايضا بلا ما دخل اصبي الجيش الاسرائيلي توغل في
انتقل بعض المواطنين من ابناء المنطقه وايضا انسحب الى تلك المناطق. لم يتواجد اي جيش بالفعل في تلك المناطق لمنع الهجمات على، وهذا ما يعني شكل هاجسا اضافيا للجيش الاسرائيلي بعدم وجود اي منطقه او اي منطقه عازله او امنه لوجود جنوده على الارض في المناطق التي احتلها مؤخرا. طيب، أسعد الله جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا جديد على اللايف. أسعد الله مساءكم جميعا بكل الحب والخير بحلقة جديدة. ما راح نطيل فيها كتير كمان لأنه الأحداث متسارعة جدا وبدنا نتناول الأحداث السريعة. طبعا المتابعين القدماء لا يرون أي شيء جديد عم بيحصل على الأرض. قبل عامين من الآن أنا شرحت كل هذا الذي سوف يحصل في المستقبل. الجنوب السوري ذهب لإسرائيل لا محالة، الجنوب اللبناني أيضا، انتهاء بعض الدول وإعادة رسم خرائط مرة أخرى، وتحدثنا عن معبر ديفيد بشكل مفصل وبالخرائط. وأغلب الأخوة اللي موجودين يعني 2000 شخص كانوا دائما يتابعون، والآلاف الثانيين اللي كانوا بيتابعوا أو عشرات الآلاف اللي كانوا بيتابعوا التسجيلات وقتها. فأي شيء بتشوفوه على الأرض بالنسبة للأخوة متابعيني أنا ما بيشوفوا شيء جديد وليسوا متفاجئين فيه طبعا الأغلبية العظمى. لكن الأخوة الجدد اللي التحقوا بنا مؤخرا خلال الشهور اللي فاتت عم بيشوفوا هاي الأمور جديدة وكأنه أحداث بتحصل لأول مرة أو ما كان عندهم علم فيها، وأنا بعطيهم الحق بهذا الموضوع. طبعا مثل ما قلنا لكم بالبداية أيضا ما استلام أحمد الشرع للسلطة في سوريا إلا هو قلم من الأقلام اللي سوف ترسم الخريطة في داخل سوريا. وحكينا بهذا الموضوع مطولا قبل حتى يستلم المدعو أحمد الشرع لما كان اسمه أبو محمد الجولاني وكان اسمه تنظيم الهيئة. وتحدثنا مطولا وفي محاضرات عديدة جدا بأنه لابد للخريطة السورية أن تتحول إلى السوداء، يعني الهيئة بتسيطر على منطقة غرب الفرات بالكامل. وتحدثنا من هذا الموضوع، لكن آلية سيطرتها وهذا نحن لسنا نعلم الغيب، لكن من خلال التحليلات الاستراتيجية والدراسات اللي قمت بها أنا شخصيا، ونعم دراسات قمت بها على المستوى الشخصي خلال السنوات اللي فاتت، وجيت طرحتها أمام الرأي العام، وهذا كله موثق بوثائق وفيديوهات تصويرية وشرح على الخرائط شرحتها خلال السنوات اللي فاتت كلها، أنه المنطقة ذاهبة إلى تقسيم جديد لا محالة، وسميتها البافر ستيت أو إعادة رسم الخرائط في المنطقة كلياتها. وأعتقد أنه أغلب الأخوة اللي موجودين الآن يتذكرون هذا الكلام بكل وضوح. طبعا المشروع ليس فقط هذا المشروع الذي يطرح الآن، وأنا شرحت أيضا بشكل موسع أيضا جميع المشاريع اللي راح تحصل في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. يعني تحدثت لكم عن العراق، تحدثت لكم عن الأردن، تحدثنا عن مصر، تحدثنا عن اليمن، وتحدثنا عن غزة قبل أن تحدث هي كلياتها، وحكيت لكم أهمية غزة وميناء غزة، وتحدثنا أيضا عن الخرائط الاقتصادية قبل أن تطرح على الإعلام، وقبل حتى نتنياهو أن يخرج إلى الأمم المتحدة. قبل نتنياهو بعامين أنا شرحت الخريطة البيضاء والخريطة السوداء، والاثنين عرضها أمام الأمم المتحدة، وقلت لكم هاي هي المشاريع الدولية القادمة على المنطقة. وأعتقد أنه أغلبية الناس اللي كانوا موجودين معنا يتذكرون هذا الكلام، لأنه إلى الآن هاي الفيديوهات يتم تداولها. يعني أنا بشوف من الأخوة كتير حاليا عم بينبشوا الفيديوهات اللي قبل عامين وثلاث أعوام وعم بيطلعوها الآن وبيعيدوا نشرها، الفيديوهات اللي أنا طرحت بيها هاي المحاضرات كلياتها. أنا بشكرهم من كل قلبي، لأنه الجهد اللي قمت فيه ما كان جهد بسيط، يعني كان نتيجة دراسات طويلة وسهر وقراءات وبحث وأمور لم يأتي بكل بساطة كما تعتقدون كلياتكم أنه والله واحد قاعد وعم يتحدث فقط، لا، كانت نتيجة تعب وجهد طويل جدا. فأنا أشكر كل الأخوة اللي عم بيعيدوا تلك الفيديوهات مرة أخرى وعم بيطرحوها مرة أخرى أمام الرأي العام، لأنه المسائل اللي تحققت كلياتها، وفي مسائل عديدة جدا لم تتحقق إلى الآن لكن هي قادمة في المرحلة القادمة. طبعا نحن تحدثنا عن
المنطقة السفلى أو اليمنى السفلى من سوريا، وتحدثنا أنه لابد من الإسرائيليين بالتحرك خلال الفترة القليلة القادمة وأخذ جنوب سوريا بشكل كامل، وأيضا تقوية المكونات الموجودة في الجنوب السوري وإنشاء جيش جديد. وهذا الجيش اللي هو راح ياخذ 120 كيلومتر من الحدود العراقية إلى أن يصل إلى القاعدة البريطانية في التنف اللي أنشأتها بريطانيا في البداية أمام قوات سوريا الديمقراطية. طبعا 55 كيلومتر أيضا للوصول إلى قاعدة التنف، ويكتمل المشروع الأول أو يسمى اليمين الأسفل من سوريا، وسميت المعبر، أنا قلت لكم راح يسمى هذا معبر داوود. طبعا معبر داوود ليش أخذت التسمية؟ أنا أخذتها من التلموذ البابلي، أنا أخذت كلمة معبر داوود من التلموذ البابلي وسميته بهذا الاسم، وفعلا سمي بهذا الاسم نتيجة قراءة في التلموذ القديم والكتب القديمة التوراتية والنصوص التوراتية اللي استوحيت منها أنه هذا المعبر سيسمى بهذا الاسم لحادثة تاريخية كانت موجودة في التلموذ. فلذلك هاي التسمية ما اجت بالصدفة أيضا، يعني كثير من الناس عم تسألني على الخاص، طيب يا أخي أمنا بالله أنت زلمة شرحت الموضوع، طيب شلون كنت تعرف أنه التسمية راح يكون اسمه معبر داوود أو معبر ديفيد؟ هذا السؤال انطرح علي كثير، وكثير منكم يمكن سأل نفسه أيضا. هذا رجل خرج وحكى لنا عن مشروع، طيب هو ما بيعرف اسم المشروع وعم بيقول لك المشاريع العالمية قادمة، طيب هدول لسه ما فكروا انه يعملوا هذا المشروع، شلون جاب التسمية؟ تسمية جبتها من نص تاريخي قديم في التلموذ البابلي وقتها، وطرحتها امام العالم كلياته، وانتم اغلبيه الناس اللي كانت موجوده بذاك الوقت تذكر التسميه بالذات، تذكرون التسميه، وحتى كتبت عليها مره باللغه العربيه ايضا معبر داوود، كانت نفس الخريطه الصفراء كتبت عليها معبر داوود او معبر ديفيد كما يسمونه، وشرحتها. وفي كتير المنصات الثانيه نقلت التسميه نفسها، بس ما كانوا يعرفوا ليش صلاح الدين اطلق عليها اسم معبر داوود. إذا تروحوا تسألوا أي واحد منهم الآن، أنت تحدثت أيضا بالمشروع هذا بعد ما تحدث فيه صلاح الدين، بس ليش أنت بتقول معبر داوود؟ ما راح يعرف يجاوبك نهائيا، لأنه صاحب الفكرة الأساسية هو اللي يعلم فقط ليش سمى التسمية هاي، وهي حقيقة يعني. طبعا المشروع لم يكتمل بعد، المشروع يحتاج إلى وقت شهور نوعا ما. تذكروا لما تحدثت لكم عن أهمية حمص والنقطة الاستراتيجية في نقطة التقاء المعابر الاقتصادية كلياتها، وقلت لكم الصراع كان في الثورة السورية بدايتها على حمص بشكل كبير جدا ما بين القوى العالمية أو مثل ما بيقولوا الوكلاء العالميين على الأرض اللي كانوا متصارعين، سواء كانوا قطريين مثل الأتراك، المملكة العربية السعودية، النظام وإيران، وكان شديد جدا على حمص. فحمص تعرضت ببداية الثورة السورية أو ما تسمى الثورة السورية إلى ضغط كبير جدا، الكل كان حابب يسيطر على هاي النقطة الاستراتيجية. طبعا هاي النقطة الاستراتيجية أيضا هي من ضمن معبر داوود اللي راح تشوفوها بعد فترة. إلى الآن كنت أنتظر كل هؤلاء المحللين السياسيين على مستوى العالم إن كان ولا على المستوى القنوات الأخبارية أن يذكروا حمص، لم يذكروها، لكن الآن أنا أذكر لها. هل تذكرون قبل فترة بسيطة جدا قلت لكم العبرة ليس في من ينسب الأفكار إلى نفسه، العبرة لمن يستطيع أن يكمل المشروع، ولا يستطيع إكمال هذا المشروع إلا من فكر فيه أولا وطرحه، وهذا أمر طبيعي جدا لأنه له كماله، وهذا يحتاج أيضا إلى دراسات، وهذا يحتاج أيضا إلى دراسات حتى أنت تعرف بالمرحلة القليلة القادمة شو بده يصير. من ضمن الخطة أنه حمص تخلع من سوريا، حمص سيتم خلعها من الخريطة السورية وضمها إلى الخريطة الصفراء. هذا سجلوا عندكم أيضا، لأنه حمص بالذات نقطة استراتيجية هامة في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هي نقطة توزيع المعابر الاقتصادية اللي راح تكون في العالم كلياته خلال الفترة أو سنوات القليلة القادمة. لذلك حمص يجب السيطرة عليها
وخلعها من الأقاليم السنية القادمة في الفترة القادمة، وراح تشوفوا هذا بشكل واضح. طبعا راح يصير صراع ما بين الدولة العلوية أيضا والدولة الصفراء الزرقاء على حمص. راح يصير هذا صراع أيضا راح نشوفه بالفترة القادمة، لكن أعتقد أن الإسرائيليين راح يسيطروا على حمص، أو على الأقل بادية الحمصية اللي هي تقطع الطرق. لكن أنا أعتقد باعتقادي الشخصي سيتم السيطرة على حتى مدينة حمص نفسها. طبعا راح نشوف خلال الأيام القليلة القادمة إعلان الجيش العلوي أو جيش أوغاريت كما يسمونه، بمساعدة من؟ بمساعدة روسيا. روسيا ستقوم على إنشاء الجيش الساحلي أو جيش أوغاريت الجديد، اللي هو راح يرتب الأوضاع في الساحل، وتكون السيطرة نوعا ما روسية ويخرجوها من أيدي الأتراك. طبعا طموحات التركية كانت كبيرة جدا، توقيع عقود على إعادة ترسيم الحدود البحرية، وكان الأتراك أيضا يطمحون إلى توقيع عقود بناء الأعمار بشكل كبير في سوريا. الآن يتم القطع الطريق على الأتراك، والأتراك أصبحوا في مأزق كبير جدا. لكن خلال الفترة القليلة القادمة أو الشهور، أيام، أسابيع، سيتم العمل على طرد الأتراك من الأراضي السورية بشكل كامل، وهذا أمر أصبح واضح تماما. طبعا في الداخل التركي هناك أيضا كوارث بتحصل الآن. الأتراك بشكل كامل، أنا حاكي لكم قبل أيضا سنوات أنه يتجه النظام في تركيا إلى النظام الشمولي الدكتاتوري، اللي راح يبتعد بكل الأشكال حتى عن الديمقراطية المزيفة اللي كانت تتشدق فيها تركيا خلال الفترة اللي فاتت. فنشاهد الآن تعطيل أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا ووضعها تحت الوصاية الحكومية أو وصاية حزب العدالة والتنمية. عم نشوف الآن أيضا محاولة التخلص من القوميين، وأنا تتذكروا قبل سنتين لما خرجت عليكم بالخمس مطالب اللي حكيت لكم إياها عن تركيا، وقلت لكم أحد المطالب الرئيسية والأساسية على أردوغان هو التخلص وفك الارتباط مع القوميين. وحكيت لكم عن تغيير الدستور، وحكيت لكم عن تغيير الوزارة، وحكيت لكم عن رفع سعر الفائدة وأمور كثيرة أيضا. لكن المسألة الهامة جدا، لابد من التخلص من القوميين الموجودين. الآن عم نشوف رئيس القوميين حسب المعلومات الواردة من تركيا يدخل إلى المستشفى بشكل عاجل، ويتم صراع كبير جدا في القواعد الشعبية داخل تركيا ما بين القوميين وحزب العدالة والتنمية. وهذا أمر أصبح واضح جدا. خلال الأيام القادمة راح تشوفوا هذا الصراع اللي راح يحصل في داخل تركيا ما بين القوميين وما بين أك بارتي، وهذا راح تكون الشعيرة التي أو الشعر التي ستقسم ظهر البعير في الفترة القادمة. ليس شخصية بختشلي، أنا قلت لكم شخصية بختشلي لابد أنه تنتهي من الساحة، لأنه هي الشخصية القوية جدا اللي هي كانت تكبل أردوغان بشكل كبير جدا أنه ما ينطلق نحو التفرد بالحكم لوحده. الآن يتم التخلص من شخصية بختشلي، لكن كحزب مهبي هناك صراع كبير جدا مع أك بارتي غير واضح. لكن خلال الفترة القليلة القادمة راح تشوفوا بدء الصراع في مؤسسات الدولة التركية ما بين القوميين وأك بارتي، لأنه أك بارتي خلال السنوات اللي فاتت خسرت كثير من الدوائر الحكومية، وخصوصا دائرة القضاء التركي والمحكمة الدستورية والنيابة العامة. كان مصر بختشلي أنه تكون هاي المؤسسات كلياتها، ليضمن هو أنه يكون شريك في السلطة بشكل مستمر، أنه تكون هاي السلطات بإيد مهبي. الآن أردوغان يطمح لإعادة كل هذه المؤسسات مرة أخرى لسلطة أك بارتي، وهنا راح يحدث صراع كبير جدا. طبعا شفنا أيضا خلال الأيام اللي فاتت قام أردوغان باعتقال كبار رجال الأعمال اللي موجودين في تركيا، وهذا يسمى
دق اسفين كبير جدا في عجلة الاقتصاد التركي، وهذا راح يسرع بشكل كبير، مسألة الضغط على الاقتصاد التركي بشكل كبير، لأنه رؤساء الأموال واللي أصحاب الودائع اللي حطوها في البنوك التركية سيتم سحب تلك الأموال، وخصوصا الأموال الأجنبية في البنوك التركية بشكل سريع، خوفا من أنه تنهار البنوك التركية، لأنه البنك المركزي التركي ذاهب إلى الانهيار لا محالة، في الفترة القادمة. كل هذا تحدثنا عنه مطولا خلال السنوات اللي فاتت، وشايفين أنتم حتى هاي الأمور البسيطة اللي تحدثت فيها بدأت تتحقق على أرض الواقع. طبعا اليوم شفنا أيضا موافقة زيلينسكي والحكومة الأوكرانية على إيش؟ على العقود بالنسبة لأشباه المعادن والموصلات اللي تحدثت عنا بشكل كبير جدا، والصراع العالمي اللي موجود عليها. فكان رافض زيلينسكي خلال السنتين اللي فاتت أنه يوقع تلك العقود، الآن اضطر إلى توقيع تلك العقود، لكن هذا أيضا لن يشفع له، لأنه أنا قلت لكم يجب على زيلينسكي قبل عامين، قلت لكم إياه أنه يذهب بأي طريقة ما، سواء كان اغتيال، سواء كان عزل من السلطة، سواء كان بانتخابات، المهم قبل المحادثات الروسية الأمريكية لإنهاء الصراع في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا، لابد من زيلينسكي أو بوتين واحد منهم يختفي من الساحة الدولية. وأنا رجحت أكثر زيلينسكي. إذا تراجعوا التسجيلات سألني أحدهم انه ليش مو بوتين؟ زيلينسكي يهودي؟ قلت له لا، الحلقه الاضعف هو زيلينسكي انا باعتقادي، انتم تتذكروا هذا الكلام، قلت له لا، انا باعتقادي انه راح يكون زيلينسكي. الان عم بنشوف تماما انه يجب ازاحه زيلينسكي، وسيتم ازاحته خلال الفتره القادمه لحتى تبدا محادثات السلام بشكل موسع ما بين الروس والامريكيين. مين اول شخص في العالم، وبتحدى هذا تحدي طبعا، ربط أوكرانيا بسوريا؟ واستغرب الناس كلياتها عندما خرجت بشكل مباشر وتحدثت عن هذا الموضوع وربطت أوكرانيا والحل في أوكرانيا في سوريا. وقلت لكم لا يمكن أنه تنحل القضية السورية بأي شكل من الأشكال إلا أن تنحل القضية الأوكرانية. عندما تشاهدون أنه بدأت الحديث عن حل القضية الأوكرانية سينطلق معها الحل في سوريا، وراح يكون الحل في سوريا. بتتذكروا قبل سنتين شو قلت لكم؟ الحل في سوريا لن يكون إلا بتقسيمها، لن يكون الحل في سوريا إلا بتقسيمها. وأنا دائما كنت مصر على إيش؟ 5 أقاليم اللي تحدثت فيها، ما جاب حدا سيرة 5 غيري أنا. وطبعا هذا الكلام كلياته بقول لكم إياه فقط للتذكير، وأعتقد أنه من حقي الطبيعي أيضا أني أرجع بعيد فيه. بالنسبة للناس بتقولوا لي أنت بتتحدث عن نفسك وتكرر أنه قلت لكم الموضوع هذا وكذا. طبعا من حقي الطبيعي، من حقي الطبيعي أني أقول أني أنا أول من تحدث بهذا الكلام، وبكل فخر أيضا. وكل الأصدقاء اللي حتى على الخاص مرات بيقولوا لي لا تحكي كتير أنه أنا اللي قلت لكم، لا راح أحكي، وهذا من حقي الطبيعي أني أنا أقول أنا أحكي. ليش؟ لحتى أنا أقبل أنه يأكل حقي من الناس كلياتها، وهذا أمر طبيعي. خلونا نسمع هذا التسجيل البسيط من رفيق نصر الله شو بيقول فيه، وهذا الكلام راح يذكركم بكلام هام للغاية حكيناه منذ سنوات. جايب لك خبرية مهمة. تفضل. عوض سلامتك بسوريا. شو يعني؟ خلص أخذ القرار بالتقسيم. بالتقسيم؟ نعم نعم. هلا أعلنت السويدة أعلنت انفصالها، وصار في عرض عسكري وفي حشود وفي كذا، وطلع نتنياهو بعد ذلك أعلن طلب من أي عناصر مما يسمى بجيش سوريا الجديد أو ما يسمى بهيئة تحرير الشام، إذا بتقربوا على المنطقة الدرزية سنسحقكم. وأبلغ لي منها معلومة، أبلغ أردوغان ما بقى مسمح لك تتطاول على قصد،
وقصد خلص ستتثبت بهاي المنطقة. انت إلك حلب وشمال سوريا، خليك هناك. والروس سيأخذون الساحل بعد شوي، سيثور الساحل وسيصل النفوذ السوري ومن معه إلى حمص. نعم. مسجلي علي أكثر من 1000 اتصال نعم. من سوريا. الناس عم تبكي لأنه مش قادرين يكتبوا كلمة على الفيسبوك. عم خايفين. يبكوا طبعا من الاعتقالات ومن الاغتيالات وغيره. طبعا هذا الفيديو اليوم انشره اليوم. انه كان هني نفسهم يكون في كمان يمشوا بمسيره مليون في دمشق وكل المدن السوريه اخلاصا لهذا الرجل. طيب حمص راح تروح لمين؟ استاذ معلش، حمص راح تروح لمين؟ يفهموا هول هلا الابطال اللي كانوا عم يرقصوا بشوارع سوريا، العواض بسلامتكم. خلونا نرجع. ما حكى حمص راح تروح لمين. حمص اصفر، حمص اصفر، هي وحما ريف حما القرى الكرديه كلياتها. عرفتوا ليش اجى هذاك تبع اكراد حماله عند الجنرال؟ عرفتوا ولا ما عرفتوا هلا؟ تفضل. عواض بسلامتك بسوريا. شو يعني؟ خلص اخذ القرار بالتقسيم. بالتقسيم؟ نعم. هلا اعلنت السويدة اعلنت انفصالها، وصار في عرض عسكري وفي حشود وفي كذا. وطلع نتنياهو بعد ذلك اعلن طلب من اي عناصر مما يسمى بجيش سوريا الجديد او هيئة تحرير الشام، اذا بتقربوا على المنطقة الدرزية سنسحقكم. وابلغ لي منها معلومة، ابلغ اردوغان ما بقى مسمح لك تتطاول على قصد، وقصد خلص ستتثبت بهاي المنطقة. انت إلك حلب وشمال سوريا، خليك هناك. والروس سيأخذون الساحل بعد شوي، سيثور الساحل وسيصل النفوذ السوري ومن معه إلى حمص. وسجلي علي أكثر من 1000 اتصال من سوريا. الناس عم تبكي لأنه مش قادرين يكتبوا كلمة على الفيسبوك. هذا الكلام كنا حكي قبل سنتين. عزيزي المحلل السياسي رفيق نصر الله، المحلل السياسي الكبير رفيق نصر الله، تتحدث هذا حاكينه نحن من سنتين وحاكينه وعم تشوفوا امر غريب انه حمص اصفر. نعم حمص اصفر، بس جكارة بكم حمار موجودين على هاي المنصة وبيطلعوا دائما وبيحكوا الحماصنة طبعا هذوليك التركمان كراغلة، كرغلي موجود اللي كانوا 24 ساعة بيسبوا فيها قسد. جكارة فيكم قسد هي اللي راح تاخذ حمص، وهي راح تتلون باللون الاصفر، بس مشان يكون عندكم علم بهذا الموضوع. وراح نشوف غدا لناظري قريب ايضا، وهاي مفاجأة كبيرة ايضا. بس انا حاكيها من زمان، حاكي على اهمية حمص وموقعها الاستراتيجي. غير مسموح ابدا اي حقول غاز او بترول او اي شيء يبقى، لازم تكون السيطرة صفراء، لازم تكون السيطرة صفراء. وفهمكم انتم باقي كفاية. طبعا امور عديدة ممكن ان نتحدث فيها، لكن راح اتركها للايام القادمة. ليش راح اتركها للايام القادمة؟ بكل بساطة لانه ما حدا راح يعرف يحكيها الا انا، وانا الوحيد اللي راح احكيها في الوقت المناسب والزمان المناسب. فالأمور الثانية اللي مرسومة للشرق الأوسط بشكل كامل سنغوص في الشرح فيها خلال الفترات القادمة، ونقسمها على أجزاء طويلة جدا، لأنه راح تبلش المراحل الأخرى اللي موجودة في إيران، موجود في تركيا، موجود في العراق. وأنا تحدثت عن العراق بشكل كتير، وتحدثت عن تركيا، وتحدثت عن إيران أيضا، لكن راح نعيد كل المحاضرات اللي ألقيتها خلال السنوات اللي فاتت كلياتها بشكل مفصل وبدقة أكثر خلال الفترة القادمة، لأنه كل ما اقترب وقت تنفيذ بعض المشاريع أنا أطرحها قبل على الأقل بعام أو عام ونصف أطرحها. لكن إذا طرحت لكم إياه قبل 5 أو 6 أعوام لا أعتقد أنه الرأي العام يتقبل مدة طويلة هيك. فلذلك لا أطرح المواضيع هاي إلا تكون نوعا ما قريبة،
لأنه نقدر نذكر بعض ب7 أشهر أو 8 أشهر أو سنة، لكن الناس ما بتقدر تتذكر بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات. لذلك بهذه المواضيع لا أتحدث فيها اللي تكون على المدى الطويل جدا. أتحدث فقط عن الفترة القريبة اللي أستطيع أنه مع الناس نتذكر الكلام اللي حكيناه. يعني إذا حكيت شغلة، أنا حكي في شغلات حكيها قبل 15 عام وراح تحصل بعد فترة، لكن ما تقدر تيجي تقول للناس هل تتذكرون أنه قبل 15 عام تحدثنا بهذا الموضوع وهلا راح يحصل. أنا أشوفه يعني بالنسبة للعقول العادية أمر صعب جدا. فلذلك كل مرحلة نتحدث فيها عن قرب تلك المرحلة، وأنا ما بدي الآن أنه الناس تأخذ الأفكار وتسرقها وتروح تعمل عليها مواضيع بشكل كبير جدا. لا، أنا بتحدث بالموضوع وبوثقه وينتشر أمام الرأي العام بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وبعدين خلي الناس تأخذ الفكرة وتتحدث فيها. لكن الحقيقة والواقع الناس والرأي العام يعلم من أين تأتي كل الأفكار هاي اللي تطرح. طيب خلوني أبدل بس يكون جودته أفضل. أعتقد إنه هلا أفضل، صوت واضح هلا ولا لا؟ أنا راح أطلع شوية قسطات، وقلت لكم ما راح أطيل بشكل كبير اليوم، بس مع ذلك أطلنا لأنه أنا جيت متأخر. أنا جيت شوي متأخر، أعتذر من كل الأخوة الموجودين. طبعا أنا حلقت امبارح، كل الأخوة الموجودين معنا، حلقت امبارح نشرتها على اليوتيوب، وأتمنى من الأخوة المخلصين واللي يقدرون هذا التعب اللي نقوم فيه، اللي عم نقوم فيه خلال السنوات الفايتة كلياتها، انه على الاقل فوتوا على قناة اليوتيوب، اكتب تعليق، انشر القناة لحتى تصل على اكبر قدر ممكن. اعتقد هذا الامر اني استحق على الاقل انه تساعدوني بنشر الفكر اللي عم نطرحه، انه شعبنا كمان يعرف شو اللي بده يصير بالمستقبل، وهذا هام للغاية. تقدر تعتبره مسألة وطنية، تقدر تعتبره مسألة كردستانية، تقدر تعتبره عمل وطني انك تقوم فيه، لانه من المهم جدا ايضا انه شعبنا الكردي بكل اجزائه يعرف شو عم بيصير او راح يصير على الارض في المستقبل، ويحضر حاله لهاي المواضيع. المسألة مو مسألة غاية انه انا شخصي ينشهر، لا، لكن لو في حدا تاني غيري يقدر يقول هذا الموضوع وهي كان أو يجيد طرحه كما أنا أقدمه لكم، والله كان قدمته. أنا بالنسبة لي شخصيتي ما أنا مهمة بقدر ما هي المهم أنه الفكر هذا يصل إلى أكبر عدد ممكن. فأتمنى من كل الأخوة اللي موجودين معنا يساعدوني خصوصا في اليوتيوب والفيسبوك، وأنه ننشر هذا الفكر أكبر قدر ممكن. يعني التعليق عندك، مساعدة القناة، إنه ما يبلغ عليها بأي شكل من الأشكال، بكون جدا شاكر لكم لهذا الموضوع. نعم، اسم القناة صلاح الدين الكردي بث مباشر. اسم القناة صلاح الدين الكردي بث مباشر، وموجودة في البايو أيضا أعلى، وموجودة أيضا في الروابط اللي بننشرها دائما. فأتمنى أنه أنت دائما تحط عليها، وخلي الإعلان شغال شوي، لأنه فيها فائدة مادية أيضا للشبكة. يعني إلنا هنا بالنسبة لليوتيوب ما فيها انه عم ناخذ من حدا، هي من شركة اليوتيوب. فانت اذا تخلي الاعلان شغال الى ما يخلص الاعلان وتدق على الاعلان شوي كمان، هاي المصاري بتجي لي. انا بحكيها بكل وضوح وصراحة، وهاي المسألة ما انه من جيب حدا، من شركة اليوتيوب. يعني ما في حدا نقول والله مشان دعم ولا كذا ولا غيره. فهاي المسألة مسألة من شركة اليوتيوب تجي من الإعلانات. فخلي الإعلان شوي شغال كمان ببدايته، هو ما بيستغرق دقائق بسيطة جدا، وبعدين اسمع الفيديو كاملة. هاي تعتبر مساعدة شخصية. وكل الحب والاحترام لكل شخص يدخل اليوتيوب ويساعدنا بنشر القناة. بدي أخذ شوي قسطات قبل ما نسكر ونشوف الأسئلة. وين بوطان ديركي اللي طلب مني؟ بوطان ديرك، بوطان ديرك اكتب لي واحد، موجود انت في اللايف ولا لا؟ طلب مني، قلت له بس لا اخلص، لانه انا ما اقدر ابدا اطلع حدا قبل ما اخلص المادة اللي بطرحها. بوطان ديرك، بوطان ديرك.
ما طلب. طيب راح نطلع بالدور بس دقيقة. Mamoste evar baş dışavay. إيفار باش كيك إيفار تشاويد باشي. Abi ser serine. Hamlan baş ben. مجالك كبير يا وكر بفترك ومن عفوا بون. صعبة. مسؤولياتنا ما بون راستيز مشغول فيهم. أوزن هذه ساعات مرات حسابي مجي حضر بو كان روجاكي. بس مفكران مطعن كر فكران. مشكلة إني نتسرج في هذه جالي. سر سرين ساعات mamoste. أبدا هي راستي هي أو قيد تقيد سر حسابي بنعمة بس هي بدار مش كسيك وبتستخدم زائد نخست بي كار بتستخدم ليخ بلا ليخ ممنون. إذا ما كيف بقرا ما بترى mamoste. باشا. خوش كبراني بريز حموك كون كارب المتابعة كي إيفار بكن سباسياور. عفرين شمس شبو دني جنابيته شمس الحياة كرم كبري عزيز. كريم كردي باخذيت خوازي بعربي باخذي فرق ذاك. نو يورم صلاح آكي كرمون جيدان كما عربي أهنزونم أب قربان تابم وبي برنامجيتا وباني بانتا رند وكبار باني باند كرد وساعتا خوش تا هنا ساعتا قلت دنم تا خبرك خيري تا هنا والله ما كيف كر انه هاف تشتيت دبي فعلا شي دبي شوريتا قد جدونا وتتخبروا نو ناشريني الا قلت لنا واثق به خدي ادعي اشتارو دكم وج كرمان جد مارو وج هر انساني كي شريف ادعي دكم خاصة خدي تلشير حرام دور خيه خدي وقت كنا طارو بيلي خدای وگی و محفظه که و اگه دایم یارم عنی کنم بس مخواست از سلامی که بدادم هردو شعفي من سرسري من خالي من تبركامي. و یارم جهاب ده حسکن وگی بروکی و صلاح دبه ایشالله ای ببه و خدای دستی مگی و به هفگینه ام بفتلم باجاری خو ایشالله یارم همه لعفرین هفته ببینن همه براکی خود صلاح وینن مالی خود عزیمت کن همه به هف روینن نام بخون و رحمت کربا مریه و به خدا و گی محفظه که ساعتا و خوش قربان خالي عزيز شرف جمرة ورمة جموة تتهجى سريمي وإن شاء الله خديت على عمري تدريش كي وتعفرين يزيك تشيدش إن شاء الله. أبو عرام تفضل عزيزي. مساء الخير ماموستا، ألف شكر لك على التحليل، الله يعطيك ألف عافية. يعني طبعا في كتير يعني من الشباب الموجودين على الجست يعني عم يتابعوك من سنوات، يمكن حكينا بهذا الموضوع كتير يعني ومدحناك وبتستاهل المدح. طبعا المدح مو يعني مو على سبيل المجاملة بقدر ما انه حقك لازم تاخده يعني تمام، حقك لازم تاخده ولو على الأقل بكلمات بسيطة من قبلنا كلياتنا يعني. طبعا ما اكيد الكل راح يحكوا يعني الشباب الكل موجودين على الجست ولو بقسم بسيط من الشباب الموجودين. يعني انا شفت تحليلاتك كتير ويعني بتابع بدقه وهيك متناهيه تمام. عسى ولعل امسك عليك غلطه يعني غلطه بالتحليل تمام، والحمد لله ما في شيء من الكلام هذا يعني. وبالاخص هو يعني تحليلك الاستراتيجي البعيد المدى او صناعتك للخبر على المدى الطويل بموضوع الكريدورات. يمكن حضرتك حكيت فيه تمام، وهذا الكلام قديم جدا وصاروا كتير يتداولوه على المنصات يعني، والحق يقال هذا الكلام هو كلامك. كتير طبعا يعني موضوع غزة يمكن حكينا فيه سابقا، ايضا موضوع التهجير كل الامور والمشروع غزة ايضا هذا كلامك، واسم ممر داود الاسم بالتحديد ايضا هذا كلامك. في امور تانية اكيد يعني مثل ما بقول ما بتذكرها بشكل صح حسب الموضوع عم نحكي اول باول يعني، ويعني نحن بنشكرك اكيد يعني. هلا حاليا في عندي سؤالين بعد اذنك استاذ صلاح. الاتحاد الاوروبي طلب من حكومه الشرع باغلاق القواعد الروسيه في سوريا تمام، وكل المساعدات الاوروبيه كانت مرهونه بانك تغلق هالمساعدات يعني من جمله المطالب كانت اغلاق القواعد الروسيه. ولكن احنا شفنا مؤخرا عكس الكلام تماما، حكومه الشرع هي
يعني ثبتت القواعد الروسية كويس، كأنه بتحس في موضوع هيك مثل جكر، أو عبارة عن تحالف الخفي بين تركيا وروسيا، يعني أو كان اتفاق قديم بين تركيا وروسيا، أو يعني أردوغان وبوتين بموضوع أنه أوكي خلينا نحن بنشيل الأسد ولكن حقوقك محفوظة في سوريا. أنا سؤالي الاتحاد بدي الأوروبي. أجاوبك. السؤال وصل، يعني الفكرة وصلتني، بدي نعم. أجاوبك إياه وبدي أفاجئك بالجواب. مسألة رفع الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات، خصوصا العقوبات المتعلقة بالنفط والبترول، هي لمساعدة قسد كانت، وليس للحكومة السورية، لأنه ما راح عندها نفط الحكومة السورية وما بتستفاد منه شيء. قطاع المواصلات وقطاع النفط فقط رفعوا عنا العقوبات، وهي للقارئ بالسياسة بشكل واضح ومتابع لسنوات طويلة جدا، يعلم بأنه الحكومة السورية الموجودة لن تكون إلا مستورد. يعني حتى سمحوا لقسد أنه تبرم عقد مع الحكومة السورية الجديدة، اللي ما بسميها أنا حكومة سورية لأنه هاي ما أنا حكومة سورية بصراحة، ولا تملك أي شرعية لأن تكون حكومة سورية. كان المقصود فيها هي فك العزلة نوعا ما اقتصاديا عن قسد وتقوية قسد اقتصاديا أكثر، وهي حقيقة. سؤال تاني، المقابلة أنت يعني حكيت عنها بجزئية صغيرة، أو يعني ما تطرقت للموضوع بشكل موسع، ما هو يعني طبعا الجواب هو لك أستاذي. الشيخ مهدي العلي رئيس عشائر حماة كان في مقابلة خاصة مع جنرال مظلوم عبدي. في شيء تسريبات بخصوص المقابلة عندك؟ لا، أنا ما بتحدث بالتسريبات أبدا. أنا دائما أتحدث السياسة الواقعية المبنية على تحليلي أنا الشخصي. أنا مو من أتباع اللي يتحدثون في عن تسريب الأخبار أو تسريبات أو مواضيع. هاي كل ما تحدثت فيه خلال العامين اللي فاتوا هو إنتاج الشخصي أنا وإنتاج فكري. يعني أنا برأيك أرى عشائرنا وأهلنا الكرد في حماة رح نعم، يرجعوا أنا على أرى تهيئة كردستانيتهم؟ لمرحلة جديدة أيضا لإعادة كل الشعوب الموجودة في الشرق الأوسط إلى أصولها. وهذا بيعطيني انطباع واضح وأطلقته اليوم أنه حمص وريف حما ستكون منطقة صفراء خلال الفترة القليلة القادمة، أيضا مثلها مثل عفرين مثل المناطق الثانية كلها راح تكون تباعا. ألف شكر لك أستاذ صلاح، هذا السؤالين كانوا عندي. تحياتي لك أخي العزيز. أخ محمد محمود بلال، تفضل أخي العزيز. مساء الخير أخ صلاح. طبعا مساء الخير. كل الشكر لك ولجهودك وللمتابعين والمشاركين الشرفاء. طبعا أنت من فترة يعني أكثر من سنتين طبعا كنت تطرح يعني وتلمح أنه بتفكيك الاتحاد الأوروبي، عفوا بتفكيك الناتو. طبعا مثل ما طبعا كلياتنا ملاحظين مع صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا، ودائما أنه بمعنى انه الاوروبيين عم بيفكروا بتشكيل حلف خاص فيهم. صراحة طبعا كوضع تركيا بحكم انه القوة الثانية في الناتو من حيث العدد وليس صحيح. من منطلق القوة. بحكم الدول الأوروبية طبعا أنت حضرتك تعرف، طبعا كل الناس بيعرفوا إنه تعداد الجيوش فيها بيكون أقل. ما هو ممكن يعني كتخوفنا يعني انه يستعينوا بتركيا وضمن للحلف الجديد بالنسبه اللي عم نفكروا فيه. يعني كهذا سؤالي بالتحديد اخ صلاح. لا أبدا، تركيا مستبعدة تماما من الحلف القادم. أول شيء تركيا غير قادرة على دفع 5% من الناتج القومي التركي للحلف الجديد. الشيء الآخر والهام للغاية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنه تركيا أصبحت عدو وليست دولة حليف الآن، وتحدثوا بهذا بشكل واضح وسريع. آخر تصريح لترامب كان واضح، عم بيقول فيه أنه نحن نظن، وهنا بتحدث بكلمة الظن، أنه تركيا أصبحت دولة معادية. بس العفو استاذ صلاح، يعني كتعقيب يعني ممكن توضح اكثر في النقطه، لاني طبعا انت حضرتك تعرف انه موضوع الاتحاد الاوروبي وتشكيل يعني كناتو يعني حلف خاص فيهم
لانك بتعرف كمان حضرتك انه فيه موضوع صندوق خاص فيهم. في البدايات كانوا طبعا مصرين انه الصندوق هذا يستفيدوا منه كصندوق المالي يستفيدوا منه بس دول الاعضاء. بس في الله طبعا حضرتك اكيد بتعرف هالشيء، خاصه فرنسا يعني وكاني عم تطرح انه بامكان الدول اللي غير منضمه للاتحاد بما فيها طبعا تركيا انه يستفيدوا من الصندوق. يعني كأنا اكون صريح يعني هذا الشيء بتعرف طبعا حضرتك انه يعني بمجرد اي خطوه قريبه من الاتحاد او التحالف مع اوروبي بالنسبه لتركيا، هذا الشيء بيعني طبعا خطر على كمجتمعنا الكردستاني وكمستقبل دوله كردستان وسباسيو تاذكم وسباس بني صلاح. شكرا. تحياتي لك أخي الكريم. طبعا أنا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل يعني، والفترة القادمة راح أتحدث عنه مرة ثانية أكثر بشكل تفصيلي أكثر. هنا عندنا ضيوف لأنه هذا الموضوع له وقت لازم يكون لحتى أشرح لكم شو هو السبب بالأساس إنه الأحلاف العسكرية إنه لازم يجب أن تتغير في العالم، وليش تركيا مستبعدة تماما من أي حلف قادم في المنطقة كلها. ولازم أرجع بالتاريخ إلى عام 1916 إلى المرحلة اللي تشكل فيها حلف الناتو في عام 1953 و57 لحتى أشرح لكم شو السبب. لأنه التغيرات الاستراتيجية والعسكرية في العالم والأقطاب اللي موجودة فيها والصراعات اللي كانت موجودة تغيرت، فالآن دول عديدة سوف تصبح أعداء ودول أخرى كانت عدوة ستدخل في الحلف، وهذا تغير عسكري مرتبط بالمسائل الاقتصادية والمعابر الاقتصادية اللي موجودة في العالم. فرح نشوف كتير من الدول اللي كانت بالأساس تعتبر دول يعني صديقة أو دول حليفة ستتغير التحالفات الاستراتيجية فيها. موضوع طويل جدا وشائك يحتاج إلى وقت، وراح أحقق له حلقة خاصة خلال الفترة القليلة القادمة إن شاء الله. شكرا لك أخي العزيز. سباسيو تاذكم بس اسكي قلت لنا عملتك يعني وكيل عمل كلك بكردي بكم فرمو توبي سبوست دارو بري دارول و يعني اما عم بعمر بس خوستاكم يعني تحبي يعني عبد جيفيم يعني وكدي خوستاكم اش كردو ام كرد ام الكبن وام تشبن يعني ام خو بمارتينيك جاليلو وبيشمارجو وكده شاربون عم ببين يعني تشيجي دجمن يعني دجمن وقت ما دناري ما كرد بيني يعني ام هر چور پارچو ما كرد بيني از يعني خوستاكم من وكي قلتي از دخوزم لكن ما كرد بدا قناعتي جيني يعني انه ام خب مارتینه گلیلو yani چه گلیلو به چه پشمرگو به چه شربونو به ام خوبه ببینیم و خود حسکرنی زده به که دوباره وقتی دگیو دو و سپاسیو تدکم و اینیوانو و شب بمني خوش بلا دالون. سر جافا قالك بخير. طبعا مش تركيز كرسر مسألة عسكري وهزيمة عسكرية انه اوش حمود كسيمهم دارن. سباسياتكم برا يا عزيز. خوش كفردوس كرمكا. شاف باش مع مستا شاف باش حمورة بعربي بيشتغلوا. كيف اخويتي بشو اشتغلي بيشتغلوا؟ غازم عربي بيشتغلوا. تفضلي. نشكر قوات سوريا الديمقراطية ورحمة لجميع شهدائنا الكرد والعرب والسريان والكلدان من القلب، وإن شاء الله بيكونوا أرواح ملائكية عند الله، ونحن مدينين لكم ما دمنا أحياء إن شاء الله. وبالنسبة حبيت بس أقول بالنسبة لحما وحمص، أنا بوجه رسالة مع مستصلح باعتبار الكبار ما بيعرفوا يحكوا بالكردي، فنتمنى يهيئوا أولادهم للغة الكردية، لأنه رح يكون الشرق الأوسط الجديد هي أنا بشبهها بالمدينة الفاضلة رح تكون، ورح يجي يوم أكيد أولادكم رح ينزلوا ويشتغلوا ويبنوا دولتهم كردستان الكبرى إن شاء الله. وبالنسبة للون الأصفر، نحن لأنه اشتغلنا بالبويا، بس نحن بوينا كل الأماكن الحدودية باللون الأصفر، والمشكلة يعني لون أصفر وصاير وجهن أصفر وراح يشربوا ليمون لونه أصفر كمان، هذا مشكلة كبيرة يعني. مع مستصلح نتشكر جميع القوى وجميع الكرد اللي بيخافوا
على شعب ووطنا ووطن كمان، والله نسيان العربي. ولي شكر خاص للسيد لبريز مظلوم عودي عندما ذكر وقال الأمة الكردية. أنا أنحني إجلالا لبريز مظلوم عودي وكل القادة طبعا. وفي النهاية بشكرك يا أستاذ صلاح، مام أستاذ صلاح، يعني أنت لك دور كبير كبير إنه عم بتوعي الشباب الكرد، البنات الكرد، وكل ما كل شيء قلته كله عم بتحقق يعني بالواقع 100%. وكمان عندي مام أستاذ صلاح أنا بكتب عندي شغلات والحمد لله كمان عم بتحقق يعني. بنشكركم جميعا ونشكر القادة الكل جميعا، وشكرا لله، شكرا لله. بعد بنصف دقيقة مام أستاذ صلاح، بعد ما العالم كلها حاولت تنهي الأمة الكردية سواء كان بأرضهم أو بلغتهم أو بثقافتهم، لكن الحمد لله كان الله دانبا بجانب المظلوم. وحتى أنا في آية بالقرآن أنا بشبهها بقول هي خصوصي للكرد هالآيات، عندما قال الله تعالى ونمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن شاء الله نحن الأمة ونحن الوارثين، لأنه بحياتنا ما ظلمنا أي إنسان. نحن نحب الحياة، نحب الديمقراطية، نحب العلمانية، نحب كل إنسان على وجه الأرض، ونحن مع كل مظلوم. وإن شاء الله كردستان الكبرى قادمة. شكرا ما خلصت. شكرا سباس سرجاوي. وبشكرك من القلب ما سرجاوي قالك بخير. كاك بوطان ديري حال شلوني باشي؟ سرسريم سرجاوي. هلا بوطان ما بري فترة تيت توصفك دامن جبر أودية استاس باست كم تشنجيف خداس مرتاح بما تيد برين هامش شبابي أدمان ريكر كردوار ريكر خدا خال حسابي من يه ما ظني 14000 تشو جمع حساب نيتشي كذا يتعاولوا حساب جت كي هفالي محمد برتاغن شو بو وصفة قي نخشيك بطربو يعني يا بكتيريا معدة بلي بلي سر وصاب تيت وديكر راست تشاوا بو يتباش بو ان شاء الله. خد الحمد لله جالكس باس الحمد لله طب خدت زاني او افضل صالين بيد دكتوره بيم والله حمي فوالا بيحب درمانه بس او تو وصفه دانو بخداس جي خلاص بيم جالكس باس والحمد لله بابته خال صابي خال خير خد تقول بتيجي في حسابي من نية بخده اما هو بلاش بخن هزار ما شغل دقات دي سنه بس متابعه كان حتى كاميرا بي وجيب بدا زي او دي بك ما زي بلاد دي سال الراك إنه مشكله بس تيت تعوله مو يوم 14000 شو جاست كافنتي ده تيت هو غريبه مو تحسي مو ده غريبه كسف ولا مو بشمو خويا ناكي علي خد باشا أزبيفي مع فالي هيجا هون حموجي كاك بوطان ديركي بشوبينن وكي إيفارجي بشوبينن ده باشا خال ساعات خوش ازي ما هناك نخوشين جميع هبن تشتن هبن زحمت بيت شو بيت اختورا وانا وكارن دوفرا صار خاص مرة تواصل بكن ان شاء الله كاربن اريكاريا هو بكن ان شاء الله مش طبيعي اما اصل دنجي خو بكرم تدقوا بلا وبشتي زي بابنا بلا مطلعين ممكن ما مستر مش بيك تشتي بجمده او كيبا هوزا وبالكتابي رتبريا فترة خوش مرة دركت جو از مشكلة كما هي مطلوب مش عارضة صار من الحبس التبني هنجي ما لم قلت يمقوم مر تواصل بك الحمد لله ما قلتي ما نصائح داني دا تشتن مداني دا ويجي وقتي تشتن كرن وإقامة سياسي بين صال داني دا يسجلي صار خير أي والله إقامة سياسي دو مرشتغلي بيربو والله مرشتغلي جو إقامة سياسي بين صال دانا جو سلافيم قل كلمة مستجيب كو ساعتا وحموك خوش واري كاري أخ عبود السادي منورنا خال. تحياتي خالو بس أنا حبيت هيك أطلع وأسلم عليك وهيك أشوف وجهك بخير حبيبي بعيونك والقرآن نحبك خالو يوم ما تطلع ما ننام وأريد أوصل رسالة لإخواني الكراد بالقرآن إحنا العرب نحسدكم على خالي صلاح الدين الكردي على يكون 10 أشخاص منه بينكم بين الأكراد بالقرآن أنتوا هسه ما تعرفون قيمته بس هو عنا العرب احنا بالدرباسية وبالعامودة وبالقامش جا نشوفه بالقرآن قمة يعني أنا جا أحسدكم أنا واحد عربي بس خوالي الكراد جا أحسدكم على هالزلمة
بالقرآن ما شفتوا لا ترامب مثله، بالقرآن لا بوتين لا جورج بوش. شنو هالعقل يا أخي؟ ما شاء الله ما شاء الله، تاج راسنا أنت. بالقرآن أنا رافع راسي فوق بيك وأقول هذا خالي ومن أهل أمي. الله يبارك بيك ويحفظك، والله لي الشرف، لي الشرف بيكم كلياتكم، واحنا كلياتنا اهل منطقة واحدة، واني ابن المنطقة بالنهاية يعني. كل الحب والاحترام لك اخونا عبود. بالقرآن خلو أنت تاج راسنا حبيبي بالقرآن. يسلمك يا رب. وانت اللي تقوله يصير. اني صار لي حوالي شهرين 3 قاعد اتابعك. بالقرآن ايش تقول بركي انت تشوف بالمنام، انت تضرب بالمندل. بالقرآن كله صحيح خالو. والله لا اضرب لا بالمندل ولا اشوف بالمنام، هو نتيجة دراسة يعني، والله يعطيك العافية. بالقرآن اني افتخر انه اخوالي كراد وتاج راسي انتم. الله يبارك بيك ويحفظك، ونحن نفتخر بيكم ابناء المنطقة اللي موجودين معانا. احنا كلياتنا اهل وناس وسنوات طويلة جدا وواحد يعني. إذا نحكي بالقضية الكردية مو معناها أن على حساب أخواننا العرب الموجودين بالمنطقة واللي عايشين معانا يعني بالأراضي هذيك، لا أبدا، بالعكس تماما. لما نسوي أي شيء مشان مستقبلنا ومستقبلكم أنتم كمان معانا، فانطرح هذا المفهوم اللي اسمه أخوة الشعوب على الأخوة العرب اللي عايشين بمنطقتنا، اللي متقاسمين معانا الأراضي ومتقاسمين معانا الحياة كلياتها. ما هو مسألة إنه والله نسيانينكم ولا هي المسألة ضدكم، لا، بس نحن نحب قوميتنا بس ما نكره قوميات الثانية أبدا، بالعكس، ونحترم كل القوميات الثانية. بس هذول اللي بيطلعون واللي دائما ضدنا و24 ساعة ما عندهم غير المسبات والشتائم والسوركين هذول، واللي بعيدين عن أصلهم بشكل طويل جدا، نعم نحن بنحكي عليهم هم، بس ما نقصد بها أخواننا العرب الأصلاء الشرفاء الأبناء العشائر أبدا نهائيا. بالعكس نحن وياهم عشرات السنوات ومئات السنين صاير لنا مع بعض، وما بيناتنا أي مشاكل بحياتنا كانت خلال الفترات اللي فاتت بحياتها. ما صار مشكلة ما بيننا وما بين الأخوة العرب اللي موجودين في المنطقة أبدا. تحياتي خلاص بس بدي اوصل رساله بالكردي لهذا الشخص مكتوب اسمه هيزارو جافا. بالقران خالو انا حريك سر برسون بخو سر دروابك ام زماني مسر ويام برسون بخو وداني حريك يحلف كذاب. بالقران ام نسر دروابك ام جي حزق خالي ميمه. تحياتي خالو. تحياتي. لانه في واحد هون كاتب اللي يحلف كثير يطلع كذاب. بالقران ما نحكي يعني ليش اكذب؟ هو بالمانيا واني بعامود بدرباسيه، ليش تكذب عليه يعني؟ صحيح. تاج راسي لا يعرفني ولا اعرفه ولا له مصلحه ولا لي مصلحه عنده. لا بالقران بس شفتك هيك على التيك توك واني حبيتك، انت جاي تقول افكار وافكارك جاي يعجبني. الله يبارك فيك ويحفظك. انا تحياتي خالو، نشوفك بخير. تحياتي لاخواني الكرات كلها. تحياتي لك واتشرف بك اخوي عبود. الله يسلمك. على راسي ولي الشرف. تحياتي حبيبي الله يسلمك. امي شندك ديجي درخن و ازيجرم جبرس بك حريم الجهه ستيما تشافيوا ايوا ايرو دور نق هواز وادرخم روجا كدير بارباش دور جيوانا. اخ حسام منورنا. بارباش يا مرحبا. بارباش شرفك يا علي. دور عندي دور توري قربان. كيفو؟ مساء الخير استاذ صلاح، كيفك؟ تحياتي لك. مساء النور. تحياتي لك ولكل المشاهدين والمتابعين الموجودين فردا فردا. أنا بس بدي أوجه رسالة صغيرة لأخوتي طبعا الكرد جميعا. أتمنى أنه تدعموا المنابر الكردية فقط، ولا توثقوا بأي شخص غير كردي يتكلم بالقضية الكردية. وتحيات لك أستاذ صلاح. حتى لو اختلفنا مع أي كردي نحن بنبقى أكيد كلياتنا كرد وكلياتنا من دم واحد وقومية واحدة، حتى لو اختلفنا مع بعض. فأتمنى أنه بدنا نختلف مع بعض نطلع على المنابر الكردية فقط لا غير، ونحاور بعض باللغة الكردية، وما نطلع على أي منابر أخرى ونشتم أي حزب كردي أو نخون بعض. أتمنى هذا الشيء، لأنه بالنسبة لنا هلا الوقت حاليا كلياتنا مهددين، وكلياتنا ككرد متهمين أنه انفصاليين و إلى آخره.
بغض النظر عن أي حزب نحن تابعين له، كنا برزانيين أو أبوتشيين أو قسديين، نحن كلياتنا متهمين وكلياتنا نفس الشيء، بيعتبرونا عدو واحد. يعني بالنسبة لنا، بالنسبة لهم نحن عدو، كلياتنا عدو واحد بغض النظر عن آرائنا السياسية أو انتماءاتنا الحزبية. فأتمنى هذا الشيء من الشباب الكرد والصبايا الكرد أنه ينتبهوا لهذا الموضوع كتير منيح. أنا حبيت أطلع وجه هاي الرسالة وسلم عليك، ما عندي شيء تاني حاليا أحكي، وأتمنى يكون القادم أفضل. بدي أترحم على كل شهدائنا في روج آفا، والله يحمي أهالينا في روج آفا ويحمي قواتنا المقاتلين في روج آفا أكيد. إن شاء الله يا رب، آمين. شكرا أخ حسام، تشرفت فيك، وإن شاء الله لنا لقاء كمان. ما عم بيصير مجال إنه لما تكون فاتح أحيانا يجي لعندك بسبب مسألة. أنت بتعرف أستاذ صلاح، أنا بالنسبة لي أنا بتشرف فيك دائما، والله أنا أتشرف، ولايفي لايفك يعني، وبينور أكثر بوجودك. شكرا جزيلا. ما في داعي أحكي، أنا ما بجاملك، بتعرف معزتك وبتعرف غلاوتك عندي، وأنت معرفة، أنا بعرفك من زمان، يمكن كتار ما بيعرفوني، أنا بعرفك من زمان كتير. نعم، من 2012 يمكن. تماما تقريبا. فلك كل الاحترام ولك كل المحبة، وأنت أخ كبير وصديق غالي جدا جدا جدا. الله يبارك فيك ويحفظك. إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة أكون موجود أكتر، لأنه بس مسألة شوية وقت والأمور كلها تصفى يعني. إن شاء الله. هلا أنا طلبت منك طلب مرة وكان عندي كتير أسئلة، وأنت وعدتني بحلقة تكون فقط يعني تكون كاملة عندي. أنت بتجي دائما على اللايف ولكن بيكون الوقت قصير، فأنا بيكون عندي كتير أسئلة ما بلحق إني أسألك هاي الأسئلة كلياتها، بس أنت وعدتني وهي لازم تكون عند وعدك. وعدني أجي لعندك، بس ما طلع حدا كتير على الجست وكذا وهي، لأنه أنا بس إذا تقاطعت مرة أو مرتين بصراحة يعني تمام لا أستطيع أن أكمل. الطبيعة عندي موجودة يعني. تمام. لازم توصل للفكرة صح، وعندما تصل للفكرة صح تصل المعلومة كاملة. تمام. لكن عندما يكون في شوي مقاطعة وأمور وكذا وهاي، وفي واحد بده يقول رأي وأساسا ورأي وهمي، ما بحب أناقش بالآراء الوهمية. فهذا هو المرات اللي بيخلي يكون الوقت أقصر. أكيد أنا رح أتفق أنا وياك على موعد، والأسئلة أكيد موجودة وجاهزة، ورح يكون اللايف باللغة العربية لحتى يوصل صوتنا مو بس للكرد، لحتى يوصل صوتنا لحتى الناطقين باللغة العربية أو حتى اللي بيفهموا اللغة العربية، أو الأعراب أو المستعربين، كيف ما بتكون تسمون. وبرجع بذكر مرة تانية، أتمنى من إخوتي الكرد أنه تدعموا المنابر الكردية فقط، ولا توثقوا إلا بالكردي، حتى لو بتختلف معه بالرأي معلش خلينا نتحاور. شلون ما كان نحن بضل دمنا واحد وقوميتنا واحدة، بغض النظر عن اختلافاتنا وعن خلافاتنا السياسية. الخلافات بالآراء السياسية هذا شيء طبيعي جدا بكل الدنيا، في أحيانا 2 أخوة بالبيت بيختلفوا بالآراء السياسية، فوين المشكلة يعني؟ نحن بالنهاية قضيتنا واحدة وهدفنا واحد اللي هو كردستان فقط لا غير. أنا هاي الرسالة اللي حبيت أطلع وصلها أستاذ صلاح، وشكرا لك وعلى إتاحة الفرصة. لك وأتشرف فيك أخي حبيبي تسلم، شكرا على الجست. أهلا وسهلا. وقت شيء كي علي كرمك كي علي طاهر جماعة سلافوريز مع موسى دلال ساعتها خوش رحمة الديباوي سلافوريز هرشاواك علي تشويت باشي والله رحمة الديباوي تتصاب أزب ترمى دقة ثاني لحظة سر يوتيوب كاوي كنجي داخل كاش ما دانا خز حلقات وكا يا ما موسش بو خديلو هما تشحرف هما حياة حرفة أولي حياة تالي بدستكت الفر فضلا وليس أمرا طبعا أزناتم أمرتكم أم كجمهور جيانة في آستي جبركو أم إيدي تدي دبي مروج دوراني درحنية كيدبينه تناسكر حرقو مرو نيزيك دم مرو بهتر باوريا مرو بوي الريكا قوتتي دي ريكا قوت سرد مش بهتر باوريا مرو بيتي مرو زان إنو أف كردو كردستاني أفيك الداما مستا أزدبينم روجانية يعني روجينا دركم جمتج بو متابعاتا الفيدا كي أسكارم منو مارا خبدم جواميرنا جوا أسكارم جوار بقينم حزاري يعني
هر کسی گو بخواز حسابك نهشك بقين حزاري دار داويد يعني خلال 10-15 دقيقة و1000 متابع الجمعي بأفيات تاني جبو كسي گو يدريا تربين وبلاش. سباسياتكم برای عزیز. دخوازم كي علي متابعة بكن وام سباسياوي ديكن. ترخاص بنفيسين نجمرة أزي وبقين كسي گوش قبالي ما مست صلاح بنفيسين أنا من قبل أستاذ صلاح وخلاص ما بقين حزاري وإيه ما يسرم بيه. قربان سباسياتكم برای علي. الله يريد إيه قمنا طبعا دمجي متابعين بإذن الله خذ تعالى أزي سرخاص لو فقرين سلا وريج وتبدار خاطر سر جافا كلك سباس برای علي قربان. كي روش آفا. شاف باش ما مستر صلاح كيف خوشن بديتنا فرحت بي بسلامت بي ما مستر سي برسيم هنا لاستخوازم بري برساس تشتكي بيش مش بركو برسيم مش بو تجبير عجينكي بس قربان وقت قالك يتشي كورتي بي زي ما منوني تمام تمام قربان سروك افود بيجي دبيگو كار دكي بدرستايش بو يقالي خو خوشك دبي گو خوشك دبي هر كس حجيتكي اف سرتا تي او كرنيز جبوتا دبيجم تو هي جاي سباسياتك مسازنا خوشك لا ما مستا ايكو كاري درس دكي خوشك دبي ايكو خوشك دبي هر كس حجيتكي ما افقد مقوف ريبر افو قوتيا بلي ما مستا سؤالا من يكمين قالوا دركتنا جيشات تركيش باشوري كردستان نيزيكا يك دو قالوا وي شارك شي ببيدنا برا اسرائيل وتركيا دا لا وجعراق يجي قرك درك تبعنا بس حتى اجلان دنوي درك فياري بلي نيزيكا ما مستا لا نقل كينيزيكا ما مستا يادني سؤال السيا ايرو قالوا هاتيا ناسكرين بقالي اوروبا بقالي دنياي كو كرد فعلا بون سببا كو إيريشا تروري السروهاتش كناندن سري صدي صد ومحتاج كردانة تشندي بي بشكينن بس أمي آخفن كما موجود هو أبوتشي حكومة الشرق الأوسط كن فترة وري أزيج ورا شيروفكم الروج بالروج كما مولوجوت بدليل أمبترنا ما مستا قالك سباس شافاش سريم سرجافين كاكي مارتين شفاش استاذ شفاش سرجافا يا اخي هر دم یه تعلیمه همزه چی بلا شویدی زی تعلیمه و ایرو جزی تعلیمه نصيبه براد والله دي سؤالي مهنا سؤال اول جي تيرو بحثا تركي كرتاغو او يعني ضربنا هردو حزب اردوغان وحزب دي وين قوادا ومشكله نشيبن قالوا كرجي وكفنت حالي ده ولا ناكفنا حالي ده ننحى بشتي ويناكي وشري كردا وتركات شيبي وشري كردا وكرداش شيبي ايوه وياد دويجي تاغو امي حمسه وبشكي علي حمايه تاغو ما منطقه انها ما ببن وچا يعني بولي قلت بيجي معناتها تدمرجي كيف من دستمه ده شو جباريه كنت بقولي ناقي يعني حمصي وحماية بعديا تدمر حمو او الي حموجي كافي نا بالضروره بكافي دستي مدى بشكل مباشر بس وي كافي من شكا مدى ايوه اي والله ساعات خوش وديسا وزوقتها نابم بخواتها جيت تقالك تعبي ما وساعات هذا ديسا ودي بشكل شغل جميجي هيا صبي واجي يروجي متاخر هاتم فاز دعوالي بردنيتكم أمي كاربن وصبا عن دس بجي بيهتر زيدتر أم فكن بس مخصت أزفكم من أتفكر إيروجي براستي بس شباب ضغط المكرجو لازم تفكي وإسرائيل جنوب سوريا تغيب مريا تصالة مقوتيا ويلي أخي وكذا يعني شنو تيدا يقول لا لازم تفكي معناه فأخفتني تبون وتحليلات تبو وشكي تبو مو غياب وظيفة كمنا مشكلة ولا خذت عرب كي يجوا أنا هيلي ولا مو بفصل أنت باش ساعات خوش استاذ ساعات خوش سر سليم خوش كبراني باريس إيكو متابعة إيفار نكري يلا ونحمو يبشو بينن مشكلة لينا ما مصدر كثير دقة وأز لايفي دقرن ما مستأجي برسكة تاريخ تبكم تبيجم أريانو كو خلاص بس تبيجم أري جواب قهابل ماكرون تصريح أخويا تالي دابو كأنه خيبة أمل هبو شحكو وجه ساسوكي تمام ساعات خوش جواب قهابل سر سليم أفنا حمو أزي شورا شيروفاكم طبعا أوروبا مجال دا بس كوش بوي بشكاكي مثلا
أبو ريج قصد زيادة تربي وإنه بترول وهنا مثلا عقود بترولي ورنا وقع عندنا هناك جيب شركات دولية ورن ودورة ويجارك التركي جديد ننصر حكومتها السورية كنا في حكومتها السورية وفقرنا عقوباتها ونافي خناق إرهابي دا بشتي وينا أصبحي مو كسيتكم هركز أكيد دعم كر هريكي كس كبسانت هريكي كم مربو لوران تتخوزي ولا كستي بس هريكي بربو لوران Beste onkel, guten Abend. Guten Abend. Çay başı. Başım spas kurban. Çay. Ama pırseka mechay abşor bıkın. Ya ardı makan gilme vagari. ما لا حاجة الحرابي ولا ما حاجة نقمونا هون أنا بسمع ما يهفدونا Ser çabi azaldı ser. Amim zaten sınava tatket biçim. سرسري مسرجع ويم تجي Tabii. لك سلاف عليك La buraya mu ser çabi slavete bugünü de. Sta buraya جوي فقري هناك جي أكيد أو جي بس يعني ناحم نوا كبري وكبري كبير أفكن والله بر azat bem tişkinavın. Bera hoş mavakin avi dijmin am tişkinavın. حموجي فداي دايكي شهيدة بشرف صاحبي صابي عمو شبات مين خوش سرچاوا قالك بخير سرچاوي مام شبات أجيب مين خوش يا تجي سرچاوي يعني بريزة ذات مداوية برنامج خوا اسباسيا وحموكات كم هريكي كبسان هريكي دعامات هريكي بمرة سكني بس بيفي بوم في دجي هبو حلقة بتشكاكي ولو كوميدي جيبو هناكي جي بس جارنا جيولو جمتي خوستن جي شباب حموكات مين خوش وحتى حلقة كدي جارك الدركي اي برواش